هلا والله، معاكم داي. مقطع جديد، والمقطع اللي الكل طلبه مقطع الانمي، وليتس جو. طبعا بما انه قناة انتقاد وانا بحب التسفير، قصدي يعني اني بحب السلام والحرية وكل الكلام الجميل هذاك، ولا احب الكره والفتنة، قررت اعمل مقطع عن اسوأ 6 ابطال انمي بدون تسليك. طبعا الفكرة ابدا مو مسروقة من المدير الطرافي، لانه حرفيا هو قال انه اليوتيوبر اللي حابب ينزل عنا ينزل عنا، وخلينا ننشر السلام ويعم السلام في كل مكان. اوكي، مع انه المقطع قديم بس مالي دخل، ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل، فاهمين كيف؟ وبما انه ترافي سمح لليوتيوبر ينزلوا عن نفس الفكره، فليش لا يا مدير؟ وبما انه الفكره فكره ترافي، فما عليكم، راح نطبل للابطال تطبيل مو طبيعي. خلوكم معنا بس، الله يسامحنا على الكذب، بس خلونا نبدا. طبعا اول شخصيه معانا هي تاكاميتشي من انمي طوكيو ريفرجن. اوكي والله اني ما بعرف انطق اسم الانمي، المهم عرفتوا اي انمي قصدي. هاي الشخصيه حرفيا من اكثر الشخصيات اللي ممكن تكرهها بعالم الانمي بالكامل يا رجال. اوكي، رغم انه الانمي بالكامل بيض، بالله حدا يقنعني كيف اطفال مدارس وبقول لك انهم مسيطرين على شوارع اليابان. قسما بالله كلام فاضي، والله كلام فاضي. اوكي معلش، تحمست شوي، بدأت اسفل بالانمي بالكامل، بس حرفيا شيء ما بدخل على العقل. يعني ابطال اعمارهم بين 16 15 10 سنين، ما بعرف قد ايه، بقول لك مسيطرين على شوارع اليابان. المهم شخصيه تاكاميتشي ديا هو تاكاميتشي عنده شخصية أساسا، يعني حرفيا برجع بالزمان عن طريق إنه يمسك إيد صديقه وبعدها بينجلد وبيبكي وهكذا. والله سالفة مسكة اليد هاي لحالها بدها مقطع كامل، الله يستر من التعليقات. بس أنا مالي دخل، حرفيا سلسلة ترافي، لو حابين تتفاهموا مع حدا فعندكم المدير ترافي، الكل يروح يتفاهم معاه، أنا مالي علاقة. اوكي، الشخصية اللي بعدها واللي هي شخصية ارمن، اتوقع ما يحتاج اعطيكم سبب، يعني تخيلوا معي انه في قناتي كل يوم بسب الالوان وكل يوم بنتقد الالوان والمتحولين، تتوقعوا اني احب شخصية ارمن؟ اكيد لا يا حبيبي. ارمن اللي اساسا ما بتعرفوا ولد ولا بنت، لدرجة البنات طردوه من فريقا، وحتى الاولاد نفس الشيء، ما حدا بده اياه يا حبيبي. والسبب الاقوى انه هو عاش بدال الاسطورة ايروين، الاسطورة المسطرة ايروين، ارمن اختاروه عليه، يعني حرفيا من احمر العينين الى احمر الخدين، تفاهة قسما بالله، الله المستعان. بس اتوقع اني ما بحتاج اعطي شرح اكثر من هيك عن شخصية ارمن، فمشان هيك خلونا نروح للشخصية الثالثة واللي هي شخصية اوسوب. لا تستغرب، اوسوب هو عضو في طاقم ملك القراصنة المستقبلي، واللي حرفيا ما له اي فايدة حرفيا. وغير كل هذا ضرب لوفي وتخلى عن الطاقم عشان سفينة حبيبته. بالله حدا يحكي لي فائدة اوسوب وانا مستعد اني اشبح له بكل مكان يا حبيبي. يعني طباخ في عندنا سانجي، سياف في عندنا زورو، الشخص الذكي في عندنا روبن، ربان السفينة في عندنا جيمبي، ملاح الطاقم او ملاح السفينة عندنا نامي، اللي بيصلح السفينة عندنا فرانكي، الموسيقي عندنا بروك، الطبيب عندنا تشوبر. يعني حرفيا ما له أي فائدة بالطاقم. واللي بيجي بيكتب لي بالتعليقات الكوميديا بيضحك، فحرفيا عندنا ككوميديا لوفي هو ملك الكوميديا في أنمي ون بيس. حرفيا ما نحتاج أوسب. باختصار أوسب شخصية ما لها فائدة وشكرا. طيب الشخصية الرابعة هي شخصية كلب المنشار. حرفيا هذا هو الوصف الدقيق لهذه الشخصية. هذا البطل هو بنفسه بينبسط لو حدا ناداه كلب، يعني لو حدا قال له تعال يا كلبي، عو يا كلبي، عادي بينبسط، خصوصا اذا كانت بنت. لا اساسا هو حلمه انه يصير كلب، يعني كلب حرفيا. ومهما عمل بالمستقبل ومهما سوى من بطولات وانجازات، مستحيل اني احب هاي الشخصيه. حرفيا اي شخص او بطل بيتذلل عشان يصير كلب عند بنت، او حتى العكس، بنت بتتذلل انه تصير كلب عند ولد، مستحيل تعجبني من الاخر. والله انا ماني عارف شو قصه الشعب كله ناوي يتحول كلب، يتحول خنزير. خلص خلونا نقل بحديقه حيوان وخلص انتهينا. يعني على العموم خلونا نروح للشخصية اللي بعده واللي هي شخصية إنفي من أنمي فول ميتال ألكيميست. شخصية إنفي حرفيا شخصية كريهة من كل الجوانب، بالتصرفات كريهة، بالشكل، والأهم من كل هذا إنه ما بتعرف إذا هو ولد ولا بنت. نفس النقطة السابقة، مستحيل تعرف نفس آرمن بالضبط. يعني آرمن ما بتعرف ولد ولا بنت، إنفي نفس الشيء، ما بتعرف هل هو ولد هل هو بنت. وغير كل هذا خطيئته كانت الحسد. أكثر صفة بكرهها حرفيا هو الشخص الحسودي، وأتوقع في كتير ناس تتفق معي، لأن الأسطورة والمحنك والمنطق يعني أكيد تتفقوا معي. أوكي، والشخصية الأخيرة واللي أتوقع الكثير متفق على كره هذه الشخصية، واللي هي شخصية ساكورا بنت الكلب. وشكرا، لا جد حرفيا ساكورا طول عمل ناروتو كانت شخصية بنت كلب حرفيا، ما في حدا حبه. وأتوقع اللي تابعوا الأنمي بيفهموا قصدي، يعني ما في داعي إني أعطي أسباب وأشرح أكثر من هيك. ولا حدا يجي يحكي لي إنه ببوروتو رح تتحسن الشخصية هناك، لا مستحيل أتابع 250 حلقة من بوروتو أو ما بعرف كم حلقة وصل بس عشان أشوف كيف ساكورا صارت شخص طيب وتحب السلام وكل الكلام الفاضي هذاك. باختصار ساكورا بنت كلب وشكرا. وبس والله هذا هو كان مقطع الأنمي المنتظر. بتمنى يكون المقطع عجبكم. في كتير ناس بالتعليقات كتبت لي
طول المقاطع طول المقاطع طول المقاطع، خلي المقاطع اطول، بس حرفيا هذا الشيء صعب. يعني ما بتتخيلوا قديش صعب من ناحيه المونتاج، من ناحيه الاديت، من ناحيه كل الاشياء. يعني كل ما طولت المقطع اكثر فراح اضطر اني اسحب على القناه اكثر. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل انتم بتفضلوا يكون المقطع طويل او انزل مقاطع اكثر بالقناه؟ هذا الشيء راجع لكم تماما. وبس والله لا تنسى اللايك، بكل تاكيد لازم تحط لايك، يعني لو ما سويت لايك ماني عارف شو عم تساوي لحد الان. وهاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، واللي ما شاف اخر مقطع فيعني روح شوفه، مقطع رهيب ومتاكد انه راح يعجبكم. ولو مالك مشترك فروح اشترك، خلونا نوصل 20,000 مشترك قبل نهايه السنه. وبس والله حط لايك وانشر المقطع في كل مكان، خلي السلام يعم. وشاركنا اكيد عن ارائك بالتعليقات، من هم اكثر الشخصيات اللي بتكرهن في عالم الانمي بدون تسليك، حرفيا بدون تسليك، لا تسلك. وبس والله لا تنسى تتابعني على الانستغرام، رابط حساب بتلاقوه تحت بالوصف. انا معاكم داي وبيس. حلمنا نهار، نهارنا أمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا